1 2 3 على مدار 5 سنوات استخدم كل شيء الشعري. هذا اكثر منتج يوقف لي تساقط الشعر وينبت لي الشعر. بنات هذا مو اعلان، انا مشتريته بحر مالي من دبي، واصلا هاي الشركه ما موجوده بالعراق. الماينوكسيديل موجود بالعراق بس الشركات مختلفه، فانت شوفي شركه وصيدليه تثقين بها وتشترين من عندهم. قلت لكم اسم الشركه يختلف بس كماده علميه متوفر موجود بالعراق. اني اخذ هذا اللي يصير بخاخ مو رغوه. البخاخ يصير الفعاليه مالته اقوى. 5% مكتوب للرجال بس هو رجال ونساء. بنات ما يصير تستخدمونه لحالكم، لازم باستشاره الطبيب، لانه اللي عندهم امراض قلب وضغط ما يصير يستخدمونه. ما يصير ينترك هيجي على مزاجكم، لان راسا الشعر يوقع، لازم ينترك بالتدريج. ورا 6 اشهر استخدام ينترك بالتدريج. اللي عندهم حالات صلع وراثي نفسي اني ما ينترك مدى الحياه، ما ينترك مدى الحياه. اسمعوها وتخيلوها. انا جتي فتره 4 اشهر او 3 اشهر ما رحت دبي، وكانت ما عندي الماده خلصانه، فقلت معقوله انه راح يوقع شعر؟ قال لي تعالي خلي اشوفك المعقوله. حرفيا 50% من شعري وقع، وخصوصا انا كنت بفترتها مسويه دايت. تخيلوا ماينوكسيديل ماكو ودايت موجود، وتخيلوا الوضعيه اللي صارت. فهذا حل سحري ومثالي، بس احذروا بالاستخدام. شوفوا اقروا اسمعوا كل الطرق مال الماينوكسيديل، بس هو حل سحري لايقاف التساقط والانبات. يجنن، وما حد ثخن لي حواجبي غير الماينوكسيديل بصراحه. يثخن الحواجب والشعر ويكثفه، ما شاء الله صلاة النبي، لا حول ولا قوة الا بالله. هو بس الماينوكسيديل.